قبل بسنتين انا وبمرحلة الوعي كنت عم طور حالي، وضل احضر كل يوم فيديوهات عن الطاقة، عن الروحانيات، عن الوعي، كيف بزيد تطوري، عن البزنس، كيف طور حالي. يعني شي 3 سنين انا كل يوم احضر شي 5-6 ساعات يوتيوب. هال 5-6 ساعات يوتيوب اوكي فادوني، بس انه ما نتيجة حياتي بعد ما صارت مثل اللي حضرته، مثل المعلومات اللي فوتهم. فبعد فترة، ومش فترة يعني طويلة، من شي 3 اشهر اكتشفت انه كنت مفكر حالي انه عم طور بحالي وعم بحضر وعم بضل احضر واشتغل على حالي وهيك، بس اكتشفت انه عم بفوتوا من هون بس ما عم طبقهم. صار في كثرة معلومات بس بلا تطبيق. نتيجة حياتي هي كانت اكبر دليل على هالشي. فتعلمت شغلة انه اذا بدي احضر على القليل طبقهم او اكون عم بفهمهم. حتى كنت اكتشفت انه كنت عم بحضر بلا ما افهمهم. يعني كنت اعرف انه شو، كنت اسمع كلمة استقبال بس ما افهمها شو استقبال، يعني ما افهمها. كنت اسمع كلمة طاقة بس ما كنت اعرف انه قصده عن الفريكونسي وعن الذبذبات تبعك. يعني كنت احضر بلا ما اسمع. والاخطر من هيك انه شو بتصير انت بتصير فكر حالك انه انت فهمان، بتصير فكر حالك انه انت واعي، بتصير تفكر حالك انه انت اشطر من العالم، بتصير تفكر حالك انه انت افهم من العالم. والاخطر من هيك انه بتصير تحط احكام عن العالم. يعني بتصير لك هيدا، لك ابسط، لك مهبل، ما بفكرش صح، لك هون بعد عايش بالخسه. وانت حياته، نتيجة حياتك نفس نتيجة حياته، بس الفرق انه انت عم تحط احكام عليه. ضليت عايش بهالحالة شي 3 سنين، طور من حالي وشغل حالي بس بلا نتيجة. مفكر انه مهم تعلمت. والاخطر هيك بدي قلت لكم انه حط احكام. اكتشفت انه انت مجرد ما تصير واعي وتصير فهمان وعن جد تتطور وتحسن نتيجة حياتك، انت بطل تحط احكام على العالم. هاي واحد، يعني واحد مش متطور مثلك او فيش عنده الفكر اللي عندك اياه، عادي، هو بكل شيء بحياته صح، اللي عم بيعمله صح، وهو كان لازم يمرق بهالمرحلة. ف هلا بلشت اكتشف انه اوكي شو وبعدها، انه ليش كنت عم بعمل هيك؟ انا ليش كنت بفكر حالي انا افهم من العالم؟ ليش كنت بفكر حالي هيك وانا نتيجة حياتي بعدها مثلي مثل هالعالم؟ فهذا اخطر شيء، ولتتخلص منه بدك تحضر وتطور حالك. بس اهم شيء تكون عم بتركز بكل كلمة عم تحضرها، والاهم تكون عم تطبقها صح بطريقة مزبوطة وتنفذ. ما مش مهم تزيد تفوت 600 ألف معلومة، و600 ألف معلومة تنساهم بعد أسبوع، أسبوعين، شهر، وما تطبقهم. فوت معلومات على الهدى، طبقهم. عيد الفيديو، مثلا بتحضر فيديو عيده 3-4 مرات لتفهمه مزبوط، لتفهمه عن جد مزبوط. انت مستحيل تفوت بهالعوالم، الروحانيات والطاقة والوعي وتطوير الذات، وتقدر تفهم كل شيء من اول مرة. مستحيل. اخذت معي 3 سنين لبلشت افهم، بلشت شوي شوي عم حسن من طاقتي وطور حالي. ركز وطبق الاهم. وقداش فيك تستثمر بحالك بهالفترة؟ دورات، لان قد ما تتعلم على اليوتيوب اوكي بتتعلم وكل شيء، بس الدورات هن الاهم. دورات في حدا بتسأله، دورات في حدا بتقول له مش فاهمين هيك بيساعدك. فاستثمر قداش فيك تستثمر بهالوقت بحالك. هو افضل استثمار. افضل ما تشتري سيارة، افضل ما تشتري عقار، افضل ما تعمل شيء. هو الاستثمار بالذات هن هول اللي بضلوا معك. انت ما بتملك غيرهم بالدنيا. انت تيجي على الارض وتروح ما بتملك شيء، ما بتملك غير هذا الوعي. هذاك كل شيء ممكن تخسره. فوقت بلشت استثمر بحالي وطبق هالشيء على حالي، بلشت تتغير نتيجة حياتي. وهلا بلشت بفكر غير بالمحتوى. يعني كنت انا بس مدرب رياضي. طب انا مدرب رياضي اوكي، في دعم بالمدرب رياضي، بس عندي كثرة معلومات هائلة تقدر تفيد الناس. ليش لخبيها؟
ليش ما حدا ليش لا ما طلع وعرف العالم انا كيف بفكر؟ ليش ما حتى ما طلع شوف كيف نتيجة حياتي، شوف كيف انا طريقة تفكيري، شوف كيف بتعامل مع المشاكل، شوف كيف بتعامل مع الاخطاء اللي بعملها. فهذا الفيديو حينزل يوتيوب، وهذا عفوي من السيارة، عم بحكي معكم كأني عم بحكي مع حالي. حبلش بهالرحلة، ضل احكي كل شيء بيطلع على دماغي وكل شيء بيقدر يفيد ويعطي فاليو للعالم حاحكيه، ان كان عن تطوير الذات، ان كان عن الجسم، ان كان عن البزنس، ان كان على الروحانيات، لان اكتشفت انه هذا الشيء انا بعشقه. لان وين عم بروح، وين ما عم بروح حيالله مطرح عم ضل احكي عن هالشيء. طب ما الله انا يمكن عم يلهمني انه نزار، ليش بس عالق حالك بالرياضه؟ احكي عن هالاشياء، يمكن هالاشياء بتقدر تفيد العالم اكثر فيهم. وهنسى تكوني هاو كلهم، الرياضه والصحه والجسم الحلو والمال كلهم مرتبطين مع بعض، كلهم مرتبطين مع بعض، واذا قدرت تغير وحده منهم تنضبط لتغير وحده منهم، غيرتهم كلهم انت. فشكرا لان حضرتوا هالفيديو للاخر، وبتمنى دعمكم، وهذا الكلام من قلبي، وعن جد عن جد عن جد عن جد كل شيء بيقدر يفيد حطلعه، ومش حخبي اي معلومة، وانا حكون الشخص الوحيد اللي بالعالم لايك أليكس هرموزي وكل البزنسمانية وكل الكذا بيقولوا لك فوكس على شيء وحده واعمل نيتش معين واشتغل بس على هالشيء. انا بدي اغير هالقاعدة، بدي اجمع بين الرياضة، وبدي اجمع بين البزنس، وبدي اجمع بين الروحانيات وبين الوعي، وبكسر معتقدات الخطأ اللي عندنا بالشرق الاوسط، وبدي انجح بفضلكم. ولان انا نيتي صافية، ونيتي انه فيدكم، ونيتي نبني مجتمع قوي عنده فكر، عنده صحة منيحة، حتى مادياته منيحة، مكتمل، لان نحن من خالق لا محدود، نحن من خالق لا محدود، من خالق مكتمل. ليش لحتى نرضى حالنا نضل صغار وقليل وما نكتمل؟ بالعكس، بدنا نكون ناس ناجحين بالحياة، وبدنا نغير الوعي، وبدنا نبني شرق اوسط بجنن نحن وانتو. بتمنى دعمكم، تعملوا سبسكرايب لهالقناة وتعملوا شير لهالفيديو لحدا بيقدر يستفيد منه، لنبني مجتمع بجنن ورائع، ونكون نحن عم ندعم بعض ونطور ببعض. وشكرا من قلبي لاستثمار وقتكم بهذا الفيديو، بحبكم كثير.